ايوه معلش هنا وكده لو سمحت يا جميلة كلمة بس ثورة حبيبتي الجميلة الجميلة ربنا يخليك. أحلى تحلية وإبتسامة وكل حاجة على ذوقك ورقتك. ميرسي يا حبيبتي. عايزة أعرف رأي حضرتك في دي أول مرة دي أول دورة لمهرجان الدول الفرنكوفونية. أنا عن نفسي أكتر واحدة استمتعت بالمهرجان دي بقى. أنا بحب أتفرج على أفلام جدا يعني بلف مهرجانات العالم عشان أتفرج على أفلام اللي مش هتتاح لي الفرصة إني أشوفها إلا من خلال المهرجانات. فأنا شفت أفلام كتير، شفت 11 فيلم في المسابقة الرسمية من فرنسا ومن كندا ومن السنغال ومن بوركينا فاسو ومن مصر ومن المغرب. فسعيدة جدا بكم الأفلام اللي أنا شفتها، والحقيقة إن كلها أفلام رائعة وكلها تستحق الجوائز. بس طبعا في الآخر اللجنة لازم يعني تختار، لكن الحقيقة كلها أفلام أنا حبيتها واستمتعت بيها واستفدت منها. طبعا كل فيلم لازم طبعا وليه فكرة وليه ثقافة تعرفنا على طبعا شوفي السينما هي أكبر ثقافة تقدري تعرفي منها حياة الشعوب ازاي، يعني مستواهم السياسي، الثقافي، الديني، الاجتماعي، اخلاقهم، عاداتهم، تقاليدهم، كل حاجه ممكن تعرفيها عن البلد من خلال الافلام اللي بنقدمها، لانها بتقدم المجتمع. ما احنا بنقول السينما مرآة لواقع المجتمع، فكل مجتمع بنقدر نعرفه ويبقى عندنا ثقافه واسعه جدا من خلال الافلام. كل الناس تعرف تقرا او تكتب اقرب حاجه من خلال السينما. حتى لو الناس بتعرف تقرا، بس انت لو عايز تطرحي موضوع حتى لو في كاتب مقالة عظيمة، ممكن مش كل الناس بتعرف تقرا، بس مش كل الناس ممكن تهتم انها تقرا بعمق وتدقق في كل سطر مكتوب. لكن لما بتقدمي الفكرة اللي عايز تقدميها من خلال السينما ومن خلال الدراما التلفزيونية او حتى من خلال المسرح، يعني من خلال الفن بشكل عام، بتوصل للناس اكتر، لان الفن فيه مشاعر واحنا شعوب عاطفيه. الله عليك. فتوصلي للناس عن طريق مشاعرهم مش بس عن طريق عقلهم. القصه معاصه، يعني الواقع بيبقى معاك في وقت من الزمن الواحد بيعيش اكتر ياخد منه خبرات ممكن. انت مذاكره سينما حلوه قوي، انا مبسوطه منك جدا. انت بتجاوبي كمان بديلي، انا اشكرك. ميرسي لذوقك، ميرسي. والله هي عظيمه، هي بتعمل برنامج كمان على مذيع. طيب ميرسي ميرسي ميرسي. شكرا لك. كلنا تلاميذ بنتعلم. نورت المهرجان كله. وانا سعيده بيك جدا. يعني راديو اف ام مصر اقول يا رب يبقى معانا في كل المناسبات الحلوه ويعمل تغطيه لكل مهرجاناتنا وكل المناسبات الفنيه، وهي اذاعه محترمه جدا احنا بنحترمها، فيها المصداقيه وفيها الفن والمتعه والانبساط والاغنيه والخبر الصح، فيها كل حاجه حلوه. ميرسي. الربع. اهلا بيك يا حبيبتي، انا اتشرفت. ميرسي ليكي جدا، شيء عظيم.